أفضل أيام الدنيا اللي نزلت الآيات بتاعتها قبل آيات الصيام. يقسم ربنا سبحانه وتعالى، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. يقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بالليالي العشر في القرآن علشان احنا نعظمها، علشان انت من جواكي الله عظمها، فأنا بعظم ما يعظمه الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. أي عمل صالح، صدقة ولو كانت بالقليل، صلة رحم، مكالمة لحد أنت مش بتكلميه، مكالمة تعصري على نفسك ليمونة وتقولي يا رب هي ابتغاء وجهك، علشانك أنت يا رب مش عشان أي حاجة تاني. أصل خدي بالك، لما بتكلمي حد انت بتحبيه فانت بتكلميه عشان نفسك، اللي بتكلميه وانت مش عايزة دي خالصة مخلصة، دي رايحة لله. بس مكالمة تليفون قبل العشرة دي ابتغاءك انت يا رب، لعلها المنجية، لعل دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يتقبلني بسببها. من ليلة واحد، مش من يوم واحد. يوم واحد ذو الحجة ده يوم، لكن الليلة تسبق اليوم. ابدأ اعتكف مع الله. ده اللي عنده امتحان ثانوية عامة خلاص يقول لك انا مش هكلم حد، نلاقي بقى الشيطان يدخل احلى تدخل في الوقت ده، البيت يتروق والحيطان تتغسل وتحت المراتب يتعمل مش عارف ايه، صح؟ ولا حد هيجي ولا حد هيبص. هم الضيوف هيجوا يشيلوا المرتبه ويشوفوا انت ماسحه تحتيها ولا لا. بنضيع اجمل ايام العمر واجمل ايام الله سبحانه وتعالى في امور ما انزل الله بها من سلطان. يعني ما نضفش البيت يا ستي نضف، لكن تنظيفك العادي يعني خلاص ما حبكتش، اصل لازم اشيل الشقه ولازم انضف اصل العيد، اصل الشقه بتعيد. ما هتعيد، ولا ضيوف هيجوا في العيد، ولا حد هيقلب وراكي، ولا حد هيقول لك بتعملي ايه. الضيف المفروض بيخش البيت يغض بصره. تاخد بالنا يا حبيبات، العشر الاوائل من ذي الحجه ده اعتكاف مع الله. الليالي العظيمه دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يقسم فيها بتوبه، توبه صادقه. يا رب انا كنت رمضان خلص وكنت بتمنى ان ايام رمضان ما تخلصش، ما عندك اهو فرصه تاني، عندي فرصه تاني في العشر الاوائل من ذي الحجه اللي هي اصلا افضل من رمضان اساسا. ابن عباس يقول لنا ان الحسنه الواحده في العشر الاوائل من ذي الحجه ب 700 حسنه، صفحه قران واحده ب 700 صفحه قران، ختمه قران في العشر الاوائل من ذي الحجه ب 700 ختمه. طب اعمل ايه يا رسول الله؟ فسيدنا النبي يقول لنا في باقي الحديث، يقول لنا ايه؟ فاكثروا فيهن من ايه؟ من التحميد والتكبير والتهليل، وفي روايه والتسبيح. اكثروا فيهن يعني مش زي ما انت متعوده، اكثروا فيهن يعني لو انا عامله ورد كل يوم بقول 100 سبحان الله، 100 الحمد لله، 100 الله اكبر، 100 لا اله الا الله، لا حضرتك اكتر. فاكثروا ده امر بالاكثار عن العاده. سبحان الله، التحميد الحمد لله، التهليل لا اله الا الله، التكبير الله اكبر. سبحتي ما تتسف. القران احنا لسه بنقول الحسنه ب 700 حسنه، يعني صفحه القران ب 700 صفحه قران. طب ايه اللي ما يخلينيش اعمل ختمه؟ الجزء تقريبا بياخد حوالي نص ساعه، يعني الثلاث اجزاء بساعه. ابعدي عن الملهيات، ابعدي عن العزومات، مكالمات التليفون الفاضيه، الكلام في القيل والقال. خدي بالك، ركزي انا عندي امتحان. المهم ان انا يكون عندي جدول التزم بيه. ايه كمان؟ صدقه ولو بالقليل. لسه بنقول الصدقه بكام؟ صدقه ب 700. انا الصدقه بتاعتي القليله دي انا بتصدق صدقه قليله. يقول لنا اتقوا النار ولو بشق تمره. شق تمره، طاقه النص بلحه دي تكفي مين؟ هي دي مش مشكله، بس انا عايزه يكتب لي في اليوم الواحد اعمال صالحه كتير. وطبعا صيام. شبهت بقى ان ايه، نصوم التسعه ولا ما نصومهمش؟ هو الصيام مش عمل صالح؟ الانسان طول ما هو اصلا صايم فهو في عباده. من الفجر لحد المغرب كام ساعه فانت في عباده.